عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة في حالكم تكونوا بصحة وسلامة، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معاكم اخوكم مصدق بنا. فعارف يا جماعة انه اليوم جمعة ومش خميس، فعشان كذا جمعة مباركة قبل كل شيء. والان نكمل في الموضوع اللي احنا جايين نتكلم عليه اليوم يا جماعة. حنتكلم عن هذا الشخص. هذا الشخص اكيد شفتوه في كل مكان في الانترنت. الشخص هذا عمل عملة، خلونا ندخل نشوفها مع بعض. خلونا ندخل نشوف العملة اللي عملها. اوكي، زي ما نشوف يا جماعة هنا البنت قامت من النوم، كانت مغمضة ونايمة ومرتاحة ومصلية على النبي. قامت من النوم حصلت واحد رسمها، وراها 1500 واحد يتابع. او ماي جاد، ايش حيصير؟ خلونا نشوف. او ماي جاد، ماني متوقع انا ايش حيصير. انا ماني عارف. انتوا شو تتوقعوا ايش حيصير؟ اكتب في الكومنت سريع سريع، وقف اكتب في الكومنت ايش حيصير. عمر ما هو هنا عمر العين يهديني بنظرة زوينة. انت يا ليدي ليدي ليدي. انت هنا ما حسيت انه في شيء غلط؟ فرش احمر وقلب و1500 واحد حواليكم يصوروا. ما حسيت انه هذا الحركة المترقبة حاليا؟ انا الصراحة حسيت انه هذه الحركة المترقبة. انت ما حسيتي؟ ما اعرف، نشوف. بعدك نار انت بليلي ليلي ليلي بلاك احتار. اوبا صار يا معلم، نزل على ركبته يتقدم لك. واو مصيبة. او ماي جاد، واو. قدام هذول الناس كلهم اكيد حتقول ايوه. وافقت، مستحيل تقول لا على موضوع زي كذا. البنت نزل على رجله وتقدم لها قدام الملايين هذول كلهم، مستحيل تقول لا، مستحيل ترفض. هتخسرك يا شوف كمية الناس. اللي بجبل العراف بين الجنة. لا لا لا، هربتي. لا تقولي لي انك هربتي بهذا الوجه وهربتي قدام هذول كلهم. اوه ماي جود، هذا الان بيكون يمشي في برلين كلهم. يا مرفوض يا يا مرفوض يا مرفوض يا مرفوض يا استاذ مرفوض يا. اوه انا لو الله لا يحط واحد مكانه الصراحه، يعني نتكلم بصدق وامانه، الله لا يحط اي احد مكانه يا جماعه. الموضوع الصراحه جدا سيء. ما كثير قالوا تمثيل، وانا في البدايه كنت احسه تمثيل، بس اذا كان تمثيل فهو حيخسرها وحيطلع قدام الناس. اذا بعدين في المستقبل رجعوا على اساس كل شيء تمام، حيكون الموضوع مقرف جدا انه مثلته وكذا، وحيخسر سمعته كيوتيوبر وكانسان يقدم محتوى في برلين. تمام، احنا انتظرنا رد الاستاذه. ليش عملت حركه زي كذا؟ ليش سابت انسان يحبها وتقدم لها قدام الالوف؟ الانسان شاريها قدام هذول الناس كلهم، ليش سابته؟ ليش عملت هذه الحركه اللي بالنسبه له حركه وسخه، حركه قاتله؟ تحمست. اوكي، خلونا ندخل نشوف السبب اللي خلى البنت تسيبه، او بالاحرى ما تقبل زواجه به قدام الناس هذول كلهم. خلونا ندخل نشوف السبب. نجي الأول القصة كيف صارت. انتوا بتعرفوا اكيد انه انا وزاهر بنصور مع بعض فلوقات على اليوتيوب، تمام؟ ابدا مو زعلانه، سوري اني قاطعتكم، بس ابدا مو زعلانه. هذا يعني موضوع طبيعي جدا. يعني انتوا عارفين انه انا وزاهر نصور فيديوهات مع بعض على اليوتيوب، تمام؟ كلكم عارفين. اوكي، اللي مو عارف يعرف، احنا نصور مع بعض. ادخل يوتيوب شوف، عادي ما بيننا شيء، احنا بس نصور فيديوهات مع بعض. اوكي، واهلي بيعرفوا لزاهر وبيعرفوا انه شاب محترم وكل شيء، يعني ما له بني ادم مش منيح هو بالنهايه، لهيك عادي يعني انه ركزوا لي على هذه النقطه، انه هو زاهر انسان محترم، تمام؟ وعادي تصور معاه فيديوهات واهلها يعرفوا انه هو انسان محترم. ركزوا على هذه النقطه انه نحتاجها بعد شويتين. اصور معه، وكان اول شيء شغل بعد صرنا رفقات. ولا بيوم من الايام اللي هو يوم السبت الماضي دق لي زاهر على اساس نصور فلوج عادي مثل اي اثنين مصور. اوكي للان فاهمين احنا انه الموضوع بما فيه انكم انتوا كنتوا مع بعض تشتغلوا بزنس، بس بعدين تطور الموضوع وصرتوا اصحاب. تمام، صرتوا اصحاب وكل شيء حلو. الموضوع
اللي انا ماني فاهمه، انت يا زاهر يا حبيب قلبي خليني عشان اسمع نفسي واسمع انا ايش اقول لك. انت ما سالتها ابدا ولا قلت لها انا احبك ولا فتحت تكلمتوا مع بعض ابدا يعني في هذا الموضوع؟ انت رحت على طول حبيت تكون زي الاجانب وفرشت وجمعت الناس هذه كلها وتوقعت انها تقبلك بدون اي ما يعني. اذا هي كلامها صادق ما اعرف اذا بينكم علاقه حب او لا، ما اعرف، هذا شيء ما حد قال لنا عليه. بس اذا كلامها صح انت يا حبيبي اكلت نفسك الخبز بنفسك. سوري، انت اكلت نفسك الموقف المو حلو هذا بنفسك، انت اشتريته. سوري، خلونا نكمل شباب. ايوه نقدم لانه الكلام كثير. يعني عيوني ومسكر اذني، فانا قلت له انه ليش هيك عم تعمل ما بعرف شو، فقال لي محضر لك سربرايز ثاني. فالمهم بالمختصر فتحت عيوني شفت انتوا اصلا شفتوا ردة فعلي شو اللي صار علي. اوكي عم تشوفوني منيح ولا انت عم يعلق؟ الصراحة ما شفت أي ردة فعل طبيعية أنا، يعني كانت أبدا ما هي ردة فعل طبيعية. فتحت عينك قمت من النوم صباح الخير شفتي واحد راسمك وجنبك 1500 واحد وردة فعلك كانت I was like وين ردة الفعل لما جاء تقدم لك وهربتي اللي عند اللي يصور هربتي، اللي جالس يصور هربتي اللي عنده عشان تباني بوضوح HD. ما في اي ردة فعل اقنعتني انه الموضوع يعني منك انك كنت واو مصدومة ما انت حاسة باللي جالس يصير. كتبوا عم تشوفوني منيح ولا النت عم يعلق؟ عم نشوفك منيح كمل. المهم فوت فتحت عيوني شفته عامل، يعني انتوا كلكم شفتوا شو كان عامل. فانا اول شيء ايش من الضحكة فكرته عم يمزح او عم يعمل مقلب. احنا كلنا شفنا، العالم كله شاف. زاهر استغل الموضوع. زاهر استغل الموضوع، طلع على قناة ألمانية يحكي، طلع سوى ستوري بالانستغرام قال يا جماعة الساعة 2 الظهر إن شاء الله سوف نطلع على قناة سات 1 نحكي عن موضوع العلاقة الفاشلة الذي حصلت وتقديمي للأستاذة. تكلمت كثير صح؟ اوكي أهم شيء زندي نقطة زامن، أهم شيء إنه كاتبين لها بالألماني، يعني الموضوع انترناسيونال، موضوع بألمانيا وسوريا والدول العربية كلها موضوع كبير. مالكم انتو؟ خلونا نكمل نشوف ايش السبب. انا نفسي اعرف السبب. يعني انتم بتعرفوا زاهر اصلا بصور مقاله وبصور الشغلات هاي. فحاختصر الموضوع، رفضت ومشيت. ليش رفضت ليش مشيت؟ طبعا كلكم بدكم تعرفوا انا هلا حاحكي ليش. انا رفضت ومشيت لانه اصلا زاهر مش طالبني من اهلي. مو حاكين بهيك موضوع. لا ايش تقولي ما طلبك من اهلك، هو ما طلبك منك انت، يعني انت من نفسك ما جالس معك وقال لك يا بنت الناس انا اي لاف يو، انا اي وان يو، انا اي نيد يو. على ما انت تقولوا كنتوا اصحاب شغل بعدين صرتوا رفقات وبعدين زاهر عمل حركة ضغاطة. فاذا هذا الموضوع والله الغلط يرجع له يا حبيبي. سوري I am sorry I don't speak English anymore. موضوع فجأة كله صار. فأنتم منطقيا حطوا حالكم محلي، أنا بنت عربية بالنهاية وفي شيء عنا اسمه عادات وتقاليد. ما فيني كفو ترتفع لك السماعة مدري القبعة. كفو ما عجبني كلامك زي الصاروخ، بنت عربية وفي عادات لا اقنعتيني اكثر منه، اقنعتيني. لا يحاول يوافق على شاب هيك من الشارع اجى تقدم لي، وافق معه خلاص يلا نحن خطبنا. لا ما هو الشاب من الشارع، هذا الآدمي اللي قولتك انت بلسانك انسان محترم واهلك يعرفوه وتصوري معاه من زمان، مش آدمي من الشارع، ولكن هو غلط يعني. هو استعجل براذر وعمل حركة يبغى يصير شوية أوروبي، يبغى يطلع ترند، فهمتي؟ ما يبغى يخطبك طبيعي، يبغى يخطبك ويجيب رزقك معاك يعني كله مع بعض، فهمتي؟ بس انت ما خربتي، لا تخرب المتعة، انت خربتي المتعة يا مسلمة يا لطيف. خلي أهلي يعرفوا هذا الشيء من الإنترنت، يعني قد ما كانوا أهلي مناح معي وقد المفروض إني أنا أحترمهم ويكون عندهم علم بكل القصص. أقنعتيني والله إنك أقنعتيني بهذا الكلام، لكن في عندنا شيء ثاني لازم نشوفه الآن، واللي هو بعد ما زاهر شاف الفيديو حقها إيش كانت ردة فعله. الآن شوفوا. أنا غلطت لما تقدمت لها بهالطريقة هاي من دون ما أسأل أهلها، بس أنا قلبي لساته مكسور، أنا خجلتي قدام العالم لساتها موجودة ومعلمي بقلبي، ما بعرف قديش بدي وقت امشي على العادات والتقاليد واطلبها من أهلها. ما أنا يا جماعة حسيت حالي تسرعت بهذا الشيء، يشهد الله هي قدام الناس كلياتها. رح ترجع تطلبها لسه ما بعرف بصراحة. أنتوا كيف؟ والله يا حبيبي إيش لقيته؟ أنتوا لقيته حسب حكيها،
انه هالبنت بتحبني ولا لا. احنا شايفنا مصلحين اجتماعيين ولا ايش شايفنا؟ احنا ناس تتفرج عليكم انتوا تتضاربوا تصالحوا بينكم البين. ارفع تلفون واتصل عليها وقول لها يا معلمة انا I love you I need you please we can play again. يعني game try again I will play again واذا زبط ليش دخلنا؟ احنا ما احناش مصلحين اجتماعيين. ولا تمشي على كلام الناس، ايوه تحبني ولا ما تحبني، انت لازم تعرف، انت لازم تتكلم معاها. والله ما اقول لك الا خير الصراحه. انا يعني طلعت بعد ما طلعت تتكلم تقول والله انا تسرعت، والله اذا انت عارف انك تسرعت وكل شيء خلاص روح حل الموضوع معاها بعدين تعال تكلم. مو تسال الجماعه اللي يتابعوه اذا البنت لسه تحبك، ايش يعرف امنا احنا يا اخي. والله بس يا جماعه زي ما شفتوا هذه هي القصه كلها. شاب حاب كان يصير رومانسي ويسوي شغل ما حد سواه من قبل ويطلع ترند ويجيب رزقها معاها، ما زبطت معاه، قلب عليه الموضوع وصار أضحوك للأسف الشديد قدام الناس كلها لأنه عمل هذه الحركة، وصار اللوم عليه لأنه ما تقدم له من أهلها وما جاء من الباب و فنصيحة بطلوا حركات الأوروبيين، روحوا لبنات الناس من الباب وخليكم من البداية واضحين وصراحين مع بنات الناس علشان ربنا يحط البركة. والبنت اللي ما هي لك وكل شيء نصيب وكل شيء مكتوب. فلا تزعل يا حبيبي، ما احطك بذمتي انك انت الغلطان ولا ما انت الغلطان او انت السبب ولا لا، سوري ما احطك بذمتي، ولكن نصيحة مني لك يعني اذا حتشوف الفيديو انك تحل مشكلتك بعيد عن انظار الناس لانه العين حق، فحلها بعيد عن انظار الناس. وان شاء الله اذا صار في حل ايجابي او سلبي بعدين تقدر تطلع تتكلم يا جماعه خلاص نحل الموضوع 1 2 3 انا وهي ما في بيننا مستقبل، او يا جماعه صالحنا وتعالوا احضروا عرسنا. كان معكم اخوكم مصدق بنا، فاتمنى يكون عجبك الفيديو يا حبيبي. اذا عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان نوصل 100,000 في اقرب وقت. اشوفكم فيديو جاي يوم الخميس الجاي. تحياتي لكم، بيس اوت.